عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل أحلى سندوتشات شاورما. معايا كده الكمية اللي انتوا عايزينها من الفراخ. هنزل عليها بقى البهارات: الملح، الفلفل الأسمر، السماق، رشة بسيطة من الجنزبيل وزعتر، ورشة من جوز الطيب. ولو عندك بهارات كمان الشاورما يا ريت تحطي منها. نحط بقى معلقة كبيرة كده من الصويا صوص، بتديها طعم ولون خطير يا جماعة. نحطها ساعتين كده في التتبيلة، وبعد ساعتين ننزل عليها في طاسة بشوية زيت. لما يسخنوا قوي 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 كده هننزل عليها بالشاورما بتاعتنا. ما ينفعش ننزل عليها بالطاسة وهي تكون باردة. هنديها بقى كده، مش هنقلبها الا لما تاخد لون من تحت ونشوحها. وبعد كده هنزل عليهم بصلايه. انت عايزه تزودي بقى طبعا كميه البصل، دي حاجه ترجع لك انت. انا بحب البصل والفلفل حاجات بسيطه. بحب يكون الشاورما اكتر. زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالبصل الاول اديه تشويحه، وبعد كده هنزل بالفلفل. بصوا الجمال، حاجه كده تحفه بجد. او بقى كده تشرب ميتها وتستوي معانا. هجيب بقى السندوتشات بقى: عيش فينو، عيش سوري، عيش نوتيلا، اللي انتوا عايزينه. المتاح عندي كان عيش الفينو. بص الجمال. انا برضو عامله الطحينه دي في البيت. بعد كده بقى هحشي كده السندوتش وهنزل عليها بالطحينه. حاجه انضف واحسن واوفر، وحاجه عاملاها في بيتك وضمنها. بصوا الجمال، كام سندوتش بقى تجيبي بره بكام؟ وانضف واحسن. يا رب الوصفه تعجبكم، ويا رب تجربوها وتقولوا لي في التعليقات.